السلام عليكم. القوات الإيرانية فعلتها وتوغلت داخل الأراضي العراقية وتحديدا داخل أراضي إقليم كردستان. كل هذه نشرت بتفاصيل خطيرة للغاية قبل 24 ساعة تقريبا على ال NRT باللغة الكردية بهذا الشكل. تقرير مهم للغاية عن هذا الموضوع نشر تماما، وتحدث هذا التقرير عن عدد من النقاط التي تأتي هنا على الحدود بين إقليم كردستان وبين إيران، وأهم هذه النقاط التي تأتي بهذا الاتجاه من شومان. دعونا نقترب من هذه المنطقة تحديدا. الحديث هو ليس فقط طبعا عن شومان تأتي بهذا الاتجاه. دعونا نأخذ بعض العلامات لهذه المناطق. شومان تأتي هنا تقريبا، والحديث يأتي بها على هذه المنطقة، وأيضا يأتي على منطقة ما يسمى بقضاء بجدر التي يعتبر طبعا مركزها قلعة دزا. التفاصيل التي نشرت بشكل واضح من هذا التقرير هو تحدث ببساطة بأن القوات الإيرانية الموجودة على هذه المناطق تقريبا اقتحمت الأراضي العراقية على مسافة تتراوح بين الكيلومترين وبين 3 كيلومترات، وقاموا بإنشاء قلاع وأبراج للمراقبة داخل أراضي كردستان العراق. وهذه القلاع يصل عددها بحسب هذا التقرير إلى 57 قلعة من هذه القلاع العسكرية الإيرانية. وبالإضافة إلى ذلك أن هنالك تحليقا من الطائرات المسيرة الإيرانية بشكل مستمر فوق شومان وفوق هذه المناطق تحديدا من أجل مراقبة ما يجري في هذه المنطقة. وهذا يوضح بأن هذا التقرير يوضح بشكل واضح بأن الإيرانيين الآن تمكنوا أو شكلوا منطقة آمنة كما تفعل طبعا وكما فعلت تركيا مع شمال العراق أيضا على إقليم كردستان وأيضا مع شمال سوريا. ولكي نفهم هذه التفاصيل بشكل أكبر لنذهب إلى القمر الصناعي لنفهم ما الذي جرى بالضبط. إذا ما أخذنا بهذه المعلومات بشومان، هذه هي شومان وهذه هي المنطقة الجبلية، وواضح جدا الخط الصفري أو الخط الحدودي مع إيران. دعونا نقترب من هذه المنطقة الجبلية قليلا لكي نرى هذه المنطقة. هي منطقة وعرة ولكنها مهمة على المستوى الاستراتيجي. إذا ما حاولنا على سبيل المثال أن نأخذ هذه الجبال، نحاول مثلا أن نقترب إلى هذه النقطة، حتى هذه النقطة تقريبا نصل إلى كيلومترين، بعض النقاط تصل إلى 3 كيلومترات، بعض النقاط تصل إلى كيلومتر ونصف حسب الوضع طبعا والنقطة الاستراتيجية التي اتخذتها إيران. وعلى هذا الأساس نأخذ مثالا ونذهب مباشرة إلى النقطة الصفرية في الحدود، وكأننا نحن من حرس الحدود الإيراني على سبيل المثال. سنلاحظ بأننا نقف الآن، المنظر يبدو واضحا ولكن ليس واضحا كثيرا، ولكن عندما تتقدم فستجد نفسك على هذه القمة ستلاحظ كل شيء بالتفاصيل وبدقة أعلى. نقطة أخرى على سبيل المثال في هذه المنطقة ستلاحظ بأنك أمام نقطة عالية للغاية على الحدود لكن ليس هنالك شيئا واضحا. تتقدم 3 كيلومترات قليلا وستجد نفسك أمام صورة واضحة تراقب كل التفاصيل. تذهب إلى اليمين على سبيل المثال من نفس النقطة التي نتوقف عليها الآن ستلاحظ شومان وكل تفاصيلها بشكل أفضل من النقطة التي تحدثنا عنها. بالذهاب إلى الشمال على سبيل المثال ستلاحظ أيضا بأنك ترى كل شيء بشكل جميل وبشكل واضح. وكانت هنالك لقطات مهمة جدا نشرتها NRT عن هذه المواقع وهذه الأبراج، وستلاحظون تماما هذه هي المواقع التي تحدث عنها التقرير بأن الإيرانيين قد شيدوها وأنهم يراقبون كل صغيرة وكبيرة تأتي داخل أراضي إقليم كردستان. بالنسبة للإيرانيين يراقبون طبعا الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في الإقليم، لأنهم يتهمونهم ببساطة بأن هذه الأطراف تمرر السلاح للمحتجين المتظاهرين في الداخل الإيراني ويؤججون الوضع. ولهذا في الإقليم الوضع كان صعبا للغاية منذ سبتمبر الماضي، الكثير من القصف بكل تأكيد. على هذا الأساس واضح بأننا أمام نقاط ليست عادية أبدا. وإذا ما حاولنا نأخذ بعض من هذه اللقطات المصورة، مثلا هذا البرج على سبيل المثال، لنقترب من هذا البرج أو من هذه القلعة إن صح التعبير.